السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن إزاي تقضي عن الصردة في عنبرك نهائي. قبل ما نتكلم في الموضوع ده حابب بس إن انتوا اللي يسمع الحلقة يقول لنا رأيه سواء بالسلب سواء بالإيجاب. رأيكم في الأداء بتاعنا. لو في حاجة احنا مثلا سلبية بالنسبة لنا أو معترضين عليها أو مش مفيدة تقولوا لنا عشان نغير من نفسنا ونطور من نفسنا ونقدم لكم الحاجة اللي تفيدكم أو انتوا دايما حابين إن احنا نقدمها لكم. نرجع لموضوعنا. بصوا يا جماعة، كل شغلنا وكل تجاربنا وكل اللي قضيناه من عمرنا في الفراخ أثبت الآتي: أولا سبب الخسارة دايما هي الصردة والنافق. العمر السبب الخسارة كانت التكلفة عالية، ولا عمر كان سبب الخسارة إن البورصة نازلة. ليه؟ لأن أنت مثلا لو البورصة نزلت جنيه فأنت عندك مثلا 2 طن لحم في جنيه ب 2000 جنيه. إنما لو عندك نافق 5%، يعني الألف مثلا مطلع 50. لو عندك صردة 7-8%، فالألف مطلع 70-80. لو جيت حسبتهم على الوزن بتاعك هتلاقي الفرق كتير قوي. فهم دول دايما سبب الخسارة. عشان كده دايما بنحاول نحل مشاكل التربية. أولا ازاي بقى تتفادى موضوع الصردة ده نهائي، والحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على موضوع النافق ازاي إن شاء الله تتلاشاه نهائي أو تقضي عليه نهائي من عنبرك. اول حاجه يا جماعه، ايه اسباب الصرده؟ اسباب الصرده سواء هما سببين: يا الصرده يا سبب خاص بالتربيه، سبب خاص بالكتكوت. خاص بالكتكوت دي امراض بقى وراثيه، وكان ايا كانت الامراض فاحنا بقى نحصيها برضو، ده عاوز الموضوع طويل يعني. بس الحاجات السريعه كده: التهاب السره، الانيميا، الجفاف، كده الحاجات دي. اما الشق التربيه وده اللي يهمني، اولا شغلك انت في التربيه زي ايه؟ زي مثلا مساحه الحضان ضيقه، فراخك بتبرد، تذبذب درجات الحراره، الحراره طالعه نازله، مساحه العلف قليله، مساحه الميه قليله. فده دايما حاجات بتأدي معاك للصرد. يبقى عشان تتلاشى الموضوع ده، اولا تظبط درجه حرارتك، تثبت درجه حرارتك على العمر المطلوب. كمان تدي مساحه ارضيه كبيره. حتى في البطاريات تدي برضو مساحه كبيره. معاك البطاريات فاضيه، وسع المساحه، حط مساحات اكل وميه، اطباق اكل ومساحه الميه كتير عشان كل الكتاكيت تاكل وتشرب. واهم حاجه تضغط على كتاكيتك او تحركهم كتير اول 48 ساعه علشان الكتاكيت تاكل، عشان تبدا تنشط معاك حاجتين: الاولى قلنا ذاكره الجوع، وان الفراخ تاكل او فراخك تفضل طول الدوره معاك شغاله وبتاكل. تاني حاجه الامعاء، عشان المرحله الاولى من فتره الكتكوت دي او من عمر الكتكوت مهمه جدا في اكتمال او نمو الامعاء واكتمال ونمو اعضاء الجسم. تمام. يبقى اول حاجه لازم مساحه كبيره، تزود مساحه الميه، تزود مساحه العلف. بعد كده الصردة بقى بتبدأ تظهر امتى؟ بتبدأ تظهر لو ظهرت معاك بتبدأ تظهر في عمرين مختلفين. الأولاني على عمر 7 أيام لازم توزن كتاكيتك وتشوف متوسط وزنك، ويبقى 4 وربع في وزن الكتكوت عمر يوم. يعني لو كتكوت نزل 40 جرام يبقى على عمر 7 أيام أقل حاجة 160-170 جرام. وأبدأ بقى أفرز فراخ الكتكوت الصغير اللي هو وزنه أقل من 140، ده اللي أعزلهم لوحده وأبدأ أهتم بيهم. ازود لهم بقى الفيتامينات، ازود لهم مساحه العلف، اشوف ناقصهم ايه، ادفيهم اكتر، اللي مطلوب لهم لو فيهم تعب اعالجهم. بعد كده على عمر 12 يوم، لازم على عمر 12 يوم يا جماعه، هي دي العمر الوحيد او اكتر عمر بتبدا تظهر فيه تفاوت الاوزان. ليه؟ اول حاجه بيبقى عندك كوليستيريديا بتنشط معاك وما بتاخدش بالك منها، فبيبدا بعد ال 12 يوم على طول تلاقي كتاكيتك بدات تفرز معاه. فيبقى في عمر قبل عمر 12 يوم ده لازم تنزل جرعه كوكسيديا وكوليستيريديا ضروري، سواء بطاريات سواء ارضي، على عمر 10 ايام كده. بعد 13 يوم هتبدأ بقى لو في أي أوزان تعمل حجازة لوحدها، ولو في أي أوزان متأخرة في عنبرك تلمها وتخليها لوحدها. تزود لها مساحة العلف، تزود لها السقايات. ما ترفعش السقايات لأن هي هتعوز شغل لوحدها. ليه؟ أنت في الكتاكيت لو كبرت، لو في البطاريات ما بتطولش العلافة، فلو نسبة العلف قل في حوض العلافة بتاعتها ما بتطولش تاكل، فبتفضل تتأخر معاك في الوزن، والباقي بياكل أكلها وبيكبر وهي التين صغيرة. لو ارضي في العلافات بتبدا ترفع العلافات عشان الكتاكيت كبرت،
فدي برضه ما بتطولش الاكل. وكذلك في المسائي، سواء في البطاريات بتبدا ترفع النبل بتاعك ما بتطولوش، سواء في الارض بترفع السقايات او بتنزل الجامبو او عندك نبل بترفعه، فبتبدا ما تطولهوش، لان انت بتضطر ترفع عشان الكبير يعرف يشرب ويعرف ياكل وياكل افضل، الصغير بيفضل مش طايله. يبقى دي حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها. يبقى دول مش هياكلوا، لا هيطولوا اكل ولا هيطولوا ميه، لازم يتعزلوا في مكان لوحدهم. اعمل لهم حجازه، اشوف زود فيها التهويه، زود فيها درجه الحراره، ممكن احقنهم، اشتغل عليهم بالطريقه دي. كمان العمر الكتاكيت دي لو فضلت معاك مطوله شويه ووزنها اقل، طبعا اللي يكبر فيها تاخده تطلعه مع الفراخ الكبيره، على وقت يفضل تاكل البادي لحد ما وزنها يوصل كيلو. يعني حتى لو فضلت كده تاكلها بادي لحد 25 يوم و26 يوم، عشان وزنها ما تشيلش البادي او تغير البادي من قدامها وتاكلها نامي غير لما وزنها يوصل كيلو، من 800 جرام لكيلو بالظبط. لو عملت كده ان شاء الله باذن الله على ما تيجي تبيع مش هيكون عندك كتكوت واحد سردة في المزرعه. النهارده كده الحلقه سريعه، ان شاء الله انتظروا الحلقه الجايه، هنكمل حلقه السردة، هنكمل موضوع النافق وازاي تقضي على النافق خالص في عنبرك بموضوع التربيه. وكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.